حكوا لنا سيدي عبد الوهاب الشعراني عن أحد الصالحين قال: جاءني رجل ذو حال مشذوب، يعني ملحال هكذا، قال له: أنا قاعد نزور في ولي قريب من هنا صاحب ضريح، يلا زور معايا. هذا السالك قال له: أنا تعبان شوي ما نطيق نروح، روح وحدك. راح، لما وصل هذا المجذوب ما لقاش روحانية ذاك الولي في الضريح، بدأ ينظر بالبصيرة لقى ذاك الروحانية الولي هذا، مشات لذاك الولي اللي ما بقاش يروح معاه، ذاك السالك اللي راه في داره استدعاه يعني روحانيا، جاء غاضب قال: يعني هذا ما بقاش يروح معايا وسبقني للشيخ، يعني هذا يعني يتمسخر بيا. لما جاء قال: دخل علي، يحكي فيها، قال: دخل علي فرأيته كالباز وأنا كالعصفور، فأراد أن يفتك بي ويتصرف فيه باطنيا، يعني سيادنا الأولياء عندهم التصرف الباطني الروحاني. قال: فوجدتني ضعيفا مانيش مستعد أنا، وهو جاي يوجد في روحه يعني من الطريق. قال: فمجرد ما جاي يضرب قلت: الشفاعة يا سيدي يا رسول الله، حضر سيدنا رسول الله. قال: فرجع الضرب عليه فوقع مغشيا عليه وبقي يعاد كم من شهر ولا أحد يدري ما به، وهي رجعت عليه ذلك الضرب. نحن لا نقول تجرأوا على أولياء الله، لا، حاشا ولله، ولكن ادخل بالصلاة على سيدنا رسول الله، ادخل في كل الأحوال. هذا في الحال مع أهل الله ومع المجالس الطاهرة، كذلك في المجالس التي فيها والعياذ بالله النجاسة أو فيها السخط والمناكر، مثل السوق، مثل يعني الأماكن اللهو، أماكن التي فيها الفجور. إذا يعني دعتك الضرورة إلى أن تدخل مثل هذه المداخل أو تمر عليها، مر عليها بالصلاة على سيدنا رسول الله. سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني قدس الله سره يقول: نرى يعني كشفا أن بعض الأماكن تتنزل عليها اللعنات، وهذه يعني موجودة في الحديث: لا تجالس تارك الصلاة فإنه تتنزل عليه اللعنة. يعني كان مجالس تتنزل عليها اللعنات، هذا سب مولانا والعياذ بالله، هذا يقول في الإفك، هذا كذا هذا. قال: فإذا ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم، أي واحد ذكر واحد اسمه محمد، قال يرفع العذاب مباشرة. الملائكة اللي منزلين العذاب يسمعوا اسم سيدنا رسول الله في مكان يرفعوه أدبا مع سيدنا رسول الله. فكيف إذا كنت أنت ماك منهم ولكن مار بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ستكون أنت رحمة لهم. لهذا نحن نريد من هذه المجالس أن تكون ضمانا لنا وأمانا، وأن تكون منورة لقلوبنا. أولا الصلاة علي نور في القلب، نور في القبر، نور على الصراط، أن تكون نور لنا ولأهالينا ولمجتمعنا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعيش بالنور لعلها أن تتنور حياتنا. هذه الجاهلية الثانية لا يقشع ظلماتها إلا من قشع جاهلية الأولى، وما أشبه هذا الوقت بذاك الوقت. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال ساداتنا بمفهوم المخالفة أن هناك جاهلية أخرى ستأتي، وهي هذه لا شك، هذه الجاهلية. فهذه الجاهلية التي قال عنها ساداتنا سيدنا علي الخواص، قال: كادت أبواب الأولياء كلها أن تغلق لكثرة التنكير عليهم، مع واحد يستفيد منهم، ولن يبقى مفتوحا إلا باب سيدنا رسول الله.